اهلا وسهلا، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير ولقاكم هذا الفيديو نتوما في احسن الاحوال. اول حاجه كنبغي نشكر الاخوات اللي التحقوا بين القناه، كنقول لكم مرحبا والف مرحبا. تبارك الله، الدار غدا وكتعمر، العائله غدا وكتكبر. الحمد لله، هذه هي الحاجه اللي استفدت من اليوتيوب، لانني تعرفت على ناس خصوصا اللي دخلوا اللي ولاو كيتواصلوا معايا في الخاص، كونت معهم علاقات رائعه. الله يدومها محبه يا ربي ويخليني دائما عند حسن الظن ديالكم. المهم هنايا ان شاء الله في هذا الفيديو كيف ما شفتوا معايا في العنوان ميني فلوغ، غنشارك معكم روتين نهايه الاسبوع. هنايا كان نهار الحد، انا غالبا ما كنخرج في عشيه نهار الحد، من اليوم كان الجو زوين فقلت الجا ديالنا نخرجوا. جينا للجرده اللي كاينه في واد الباشا. تبارك الله ما شاء الله، شوفوا معايا سبحان الخالق على هذا المنظر ديال الغروب، وكان الجو رائع، كان واحد الناسي، واحد الجو زوين. واما بالنسبه للجريده، بالنسبه للاخوات هكا اللي كيبغيو يخرجوا وليداتهم، راه جات هي اونفاس مع رومبوان واد الباشا. ودابا من بعد ما لعب جاد وبدا شويه الجو، غادي نرجع للدار. وهنايا قبل ما خرجت عجنت هكا كريسات. كيف ما دابا قلت لكم نهايه الاسبوع نبغوا نستقبل الاسبوع بشيوات. المهم الحاجه اللي نقصنا علينا من الخير. صافي هنا كيف ما شفتوا معايا عجنتها عاد، خرجت خليتها خمرات. ما شاركتش معكم الطريقه لان انا عندي فيديو شاركت معكم الكروس هكا بالتفاصيل ديالو، يعني فيديو كان خاص غير بالكروس، غادي نخليه لكم في صندوق الوصف. هادو درتهم هكا بالزنجلان والنافع وحبة حلاوه، كانوا عندي مطحونين. ملي تيكونوا مطحونين كيعطيو المذاق ديالهم اكثر وكيجي باين. صافي هنايا ضروري السر من اسرار القرش اللي تينجحوا معنا تكون العجينه مرخوفه، وحتى نعجنو الخلات تخمر. في الاخير نديرو ليها تقريبا 2 معالق الزبده ولا 3، كيعطيو هذيك الخفه. انا هنا كنت عجنتهم بالحليب. المهم تقريبا نفس الطريقه اللي شاركت معكم راه غادي نخليها لكم في صندوق الوصف. اللي مهتمه دخل تشوف الطريقه، واخا هكا كان ما تيجونيش ناجحين 100%، ولكن سبحان الله العظيم كل وحده وشنو كيصدق ليها. انا هكا هادشي تاع العجائن شويه عندي ناقصين. المهم هنا دهنتهم هكا بصفار البيضاء مع القهوه. وهناك الفران ديجا شعلت عليه من الفوق والتحت، كيف ما كنعرفوا بحال هاد الحويجات كيبغوا الفران يكونوا سخان. وما الكريسات ديالنا وجدوا بالنسبه درت هكا، درت فيهم شكلاط من الداخل. المهم انا غادي نحل معكم وحيده نشوفوها كيفاش جاو. راه كيجيو رطيبين وخفاف كيف قلت لكم، السر ان العجين تكون مرخوفه وداك الماء والزبده اللي كنضيفو في الاخير. المهم هنايا راه عطيت الجاد هو اللي صورني بعد خطرات كنعكز نجبد السيبوره. المهم هنايا كيف ما شفتوا معايا راه جاو رائعين يا البنات. كيجيو خفاف وكصافي كيف ما قلت لكم. بالنسبه للحبه النافع وحبه حلاوه ما كنطحنوها كتعطي واحد المذاق زوين. ودرت فيهم حتى الزهر، يعني جاو بلديين. ان شاء الله شي فيديو نشارك معكم الكرس هكا بزيت العود كيجيو بلديين 100%. المهم هنايا كيف ما دائما تنقول لكم متى تجيني الحداقه كتجيني بمره. صافي درت الكرس هكا يطيب دغيا عجنت هكا فقاس. قلت الفران شاعل يكون سخون. من تشهيت هكا فقيقسات كينفعوني هكا مع الكوتي الجاد او هكا كويست اتاي في العشيه في الليل. خصوصا تعجبني هكا كويست اتاي من الليل تنبغي باش ندوزو. المهم هنا لقيت نيت الورق اللي خدمت به القرص هو نيت اللي خليته الفقاس. حتى هو ما شاركتوش معكم، حتى هو راه تبارك الله وقال شلزت الفيديوهات مشاركه معكم. فقاس هكا بالشوكولا، فقاس بلي فخوي، فقاس بلدي. المهم هذا درتو بالبافون، جا زوين. البنات غير جربوا هكا فقاس بالبافون، هذاك تعطي داك التغزغيز للفقاس ديالنا كيجي زوين.
نفس الطريقة هادو درتو بالحليب والبافا، يعني نفس الطريقة اللي شاركت معكم في فقاس اللي درتو بالكركاع واللي درتو هكا بالزريخ، تقريبا نفس الطريقة، غير الاختلاف انني درت هنا البافا. هنا البنات ما ذكرتش معكم كيف مشيتو معايا بالنسبه لهاد الحريبلات. دورتهم في داك الورق اللي طابو فيه ودرتهم في بلاستيكه، يعني جمعتهم في بلاستيكه ودورت عليهم الزبيف، يعني غمقتهم مزيان، لان هاد الفقاس راه في ديك الليله، يعني عجنته في ديك الليله، طيبته في ديك الليله، كاع ما نحتاج انني مثلا نطيبو ونخليه حتى يبرد نهار الاخر. هاد الطريقه كتجي ناجحه، ان الفقاس ديالنا ما كيتهرش ما كيتفرتش، كيف ما قلت لكم غير جمعوه هكا باش ما يكونش ملاصق مع البلاستيكه مباشره. تندير داك الورق عاد نخشي في بلاستيك ونعاود ندور عليهم بشي زويف. انا كيف ما شفتوا معايا راه ما كيجيش مهرس لا مشقق لا والو، غير تبعوا النصائح اللي شاركت معكم في الفيديو ديال الفقاس، وان شاء الله غادي يجيكم ناجح 100%. كيف ما شفتوا معايا هنا مازال عاد غادي نستفو باش نديرو في الفران. انا الفقاس علاش كيعجزني هو داك الطياب ديالو، هو من الاحسن انكم طيبوه هكا تقطعوه تصيفطوه في فران الحومه، كيجي احسن، كيجي فيه حتى داك الريحه ديال العوا ديال الفران، كيجي بنين. المهم هنايا بالنسبه للطريقه ديالي هكا طياب الفقاس في الدار، كنشعل الفران غير من التحت وكنبقى نقلب فين ما كتحمر معايا شي وحيده كنقلبها صافي. اللي تحمرت كنحيدها ونحط بلاصتها، وحده مازال ما تحمرت صافي كنبقى هكا جالسه دايره كريسي حداه. اولا هكا هنا غادي نشوفوا معايا شنو درت. انا حاضيه الفقاس وفي نفس الوقت كنقضي هكا شغل في الكوزينه كيف ما شفتوا معايا، حتى تخليو نتوما الطريقه ديالكم الا طيبتو هكا في فقاس في الدار كيفاش كديروا ليه، واش كتعملوا ليه الفوق والتحت وتبقاو حادينو، اولا كديروا بحالي كيف ما شفتوا معايا. انا تنبقى نقلب اللي بانت ليا ذهبت نحيدها، اللي مازال خاصها. المهم هكا شي هكا تنسالي الفقاس ديالي. المهم في هنايا انا كنطيب فقاس وفي نفس الوقت نظف الثلاجه كيف ما قلت لكم. دابا نهايه الاسبوع كانت سالت لي القضيه وبقات الثلاجه عندي ولات كتصفر، فقلت ننظفها باش منها كنتقدى نلقى الثلاجه ديالي نقيه. صافي انا ما شاركش معكم كيفاش نظفتها وشنو البرودوي اللي استعملت، لانه حتى هو المهم الفيديو ديجا كنت مشاركه معكم جميع المعلومات، فيديو خاص حتى هو غادي نخلي لكم في صندوق الوصف كيفاش كنظف الثلاجه ديالي. المهم هنايا غسلت شبيكات، حاولت هنا البنات دابا اخر العام ردوا البال التاريخ ديال هادشي العلب اللي كنستعملو. صافي اللي بانت ليا التاريخ ديالها ساهله حيدتها. المهم درت لها واحد التخميله فاعله تاركه. المهم هنايا جيت نفرش لها الطلميط ثلاجي درت لها الطلابط. صافي هنايا كانوا عندي هادو ما كنتش كنستغلهم، فقلت علاش لا ما نديرهمش في الثلاجه، وفعلا نفعوني دغيا كيتمسحوا يعني عمليين، جاوني عمليين. وخلوا نديرهم مغمق الثلاجه، ولكن ماشي مشكل، حنا نقلبوا على النظافه والحاجه اللي تسهل علينا التنظيف. المهم هنايا كيف ما شفتوا معايا تمسحتهم مزيان، عقمت الثلاجه، بديت هنا كنرجع في المنظمات اللي كنستعمل فيها، راه حتى هما ديجا شاركت معكم كل وحده من شريتها بشحال الاثمنه. المهم كيف ما دائما كنقول لكم البنات ماشي ضروري نشرو شي حاجه غاليه، شي حاجه اللي واو باش نقادو، بعد اخترت بابسط الحويجات كتجينا احسن من اننا نشرو شي حاجه غاليه لا غادي ننظموا بها ثلاجه ولا ننظموا بها شحال من حاجه. المهم هاد الشبيكات انا كنت شريتهم 5 دراهم 6 دراهم، بالنسبه للاخرين 10 دراهم، يعني اثمنه مناسب وفي نفس الوقت نفعوني هكا في تنظيم الثلاجه. المهم هنايا الطبقه الفوقاني حيدت ليها مع جات مغموقه بزاف، قلت هاد نخليها هكا تبان عاديه. بالنسبه لهاد لي بواط هكا خليتهم غير الخضره هكا مطيشه، وهنايا خديت هاد لي بواط بان لي حتى هما فيهم لبسه في الكري. كيف ما شفتوا معايا الثلاجه كاع التويشيت اللي فيها دايرهم في الكري، كانوا عندي واحد البواطات شويه كبار مي هادو صغيورين باش عجبوني، يعني كل خضره تجي في بواطه.
كيف ما شاركت معكم يعني الحاجه اللي لقيت انك تحافظ لي على الخضره واحد المده طويله هما هاد لي بواط، يعني كنفرش عليهم هذاك المنديل الورقي وصافي كيبقاو عندي تتبقى عندي خضره واحد المده طويله. هنا مازال ما بقديش الخضره كيف ما قلت لكم، الثلاجه عندي كدير كتصفى صافي حاولت غير نقي وننظم باش من نتقدى تجيني الحاجه سهله. وبالنسبه لهذا الفيديو راه مصوره معكم شحال هذه غير عجزت نمونطي، وهنايا تفكرت من جلسه كنمونطي تفكرت ما صورش معكم هكا طبيصيل فيه الفقاس كامل، فمشيت نجري للبواطه لقيت بقى غير هاد شويه تبارك الله كليناه هكا في الليل كنبغيو مع كويس اتاي تنعطيه الجاد في الكوتي. المهم تيجي بنين خصوصا كيف ما قلت لكم مع الحليب ومذاق الزهر والنافع حبه حلاوه، عطا واحد المذاق زويون. المهم راه عاود صايبته، درتو بشكلاط، انا غادي نعاود نصور معاكم حتى بشوكولا جا زوين. كيف ما قلت لكم هنا غير داكشي اللي بقى صورته لكم باش نكمل الفيديو في المونتاج. وهنايا نقول لكم شكرا على حسن المتابعه، واكيد الا عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا بالتعليق ديالكم الرائعه ولي جيم، باش تحفزونا وصافي. اما راه ما كاين زعما الربح راه ما كاينش، ولكن الربح الاكبر هو انني تنتعرف عليكم وكتستافدوا مني ولو بالقليل. ونقول لكم شكرا على حسن